لو انت من الناس اللي تايهة في حياتها وحياتها متلخبطة ومش عارفة الطريق منين او مش عارفة توصل للي هي عاوزاه ازاي، او هي مش عارفة هي عاوزة ايه من الاخر، سواء بقى كلية سواء مهنة، انا تايه وحياتي متلخبطة، فالفيديو ده عشانك. اول حاجة لازم يكون عندي صورة في خيالي للمستقبل اللي انا نفسي اكون فيه. يعني انا نفسي اكون كذا في المستقبل، فالصورة دي لازم تكون راسمها جوه ذهنك. ما ينفعش انا مش عارف انا عايز اوصل فين، يعني انا الصورة بتاعتي النهائية ايه، والصورة دي مش اللي الأب والأم عايزينك تكون فيها. الصورة دي بناء على تخيلك انت. الصورة دي الحاجة اللي بتخليك حاسس بالسعادة والامتنان وانت شايف نفسك في المكانة دي. الصورة دي مش موجودة في ذهنك كده وخلاص. الصورة دي ربنا هو اللي أوجدها جواك، لأن هو ده فعلا مستقبلك. بالظبط أنا مسافر لبلد معينة بس أنا مش عارف اسم البلد، عمرك ما هتعرف توصل. فابدأ حط صورة قدامك تعرف انت عاوز تكون ايه في المستقبل. فده رقم واحد، يكون عندي ادراك. رقم اتنين، لازم يكون عندي معرفة بنقاط القوة والضعف اللي عندي. ايه الحاجة اللي انا مميز فيها، ايه الحاجة اللي انا قوي وعندي مهارات حلوة قوي ينفع توصلني لهدفي، ايه الحاجة اللي انا ضعيف فيها ومحتاج ان انا اشتغل عليها في طريقي وفي رحلتي لهدفي. لو انا ماشي في طريقي بعربيتي في الطريق اللي انا عايزة اوصله ومش عارف مميزات العربية اللي انا راكبها او عيوبها ايه لو حصل عطل في الطريق، مش هعرف اكمل. فلازم اعرف نقاط القوة اللي عندي ونقاط الضعف واكون كاتبهم ومركز فيهم جدا واشتغل عليهم. رقم 3، مهم جدا اعرف شغفي ايه، انا بحب ايه، ايه الحاجة اللي انا طول ما انا شغال فيها ولا حاسس بجهد ولا حاسس بتعب ولا حاسس بوقت، انا مستمتع بالوقت اللي انا شغال فيه. فدور على شغفك في الحاجة اللي انت بتحبها، لان ده استثمارك في المستقبل. رقم 4، اي باب مفتوح بتكون شاطر فيه وبتعرف تدي فيه، اشتغل. التجارب هتعلمك انك توصل للي انت عاوزه. فدايما انا مميز في حاجة وشاطر فيها، اشتغل فيها. فده البيبان اللي بتتفتح دي مش صدفة، بتكون جاية لتعليمك ولسبب ليك. فابدأ اشتغل على الحاجة اللي انت شاطر فيها. وده اهم حاجة، ان انا اكون بغذي عقلي بالعلم والمعرفة. طول ما انت في رحلتك اقرأ، اشتغل على نفسك، قوي من مهاراتك وقدراتك. وهختم بحاجة مهمة جدا، والمفروض ان احنا كنا بدأنا بيها بس الختم بتاعي، وده تحطه في طريقك وفي كل خطوة في حياتك. استعين بالله. الاستعانة بالله أهم عبادة بتحطها في حياتك في كل خطوة، وهتوصل في الطريق اللي ربنا رسمه ليك. ما تقلقش، التوهان حاجة طبيعية جدا كلنا بنمر بيها، بس اشتغل بالخطوات دي واستعين بالله وإن شاء الله هتوصل للطريق اللي انت نفسك فيه.